خوتي العزاز، الناس اللي عندهم دراري صغار يحضيو معاهم في هذه الايام هذه. راه كاين واحد الخسوف، وكل عام في 3 مارس تيكثروا دوك المشعوذين، الناس اللي ما تيخافوش الله تيخطفوا الدراري الصغار، تيبداو منهم قال لك الكنوزه ولا هذا. ولهذا خوتي العزاز اللي باغا تخرج تقضي شي غرض، دابا راك عارفين العواشر هذه تيخرجوا الناس، يخرجوا وليداتهم يحضيو معاهم ولا خليهم في الدار. راه كاين واحد الناس ما تيخافوش الله يهديهم، الله ياخذ فيهم الحق. وتحياتي للناس الزوينين، وعواشركم مبروكه ورمضان مبارك كريم. السلام عليكم وانتباه لهذا الفيديو هذا، لانه فيديو مهم جدا. ظاهره اختفاء الاطفال في المغرب. هذه الظاهره انتشرت بسرعه وفي مدن متعدده وفي وقت واحد وموحد. واش هذه عصابه اختطاف الاطفال؟ واش هادو اللي كيقلبوا على الكنوز؟ ام هي عصابه اجراميه كتبيع اعضاء الاطفال؟ اذا كنطلبوا من المسؤولين والسلطات الامنيه التدخل والربط بين خيوط ديال هاد الاختطافات في كل المدن. كيفاش هاد الاطفال هادو كيختفيو وكل مره كنلقاو غير الملابس ديالهم؟ فين مشاو هاد الاطفال؟ وكذلك كنطلب من الشباب ديال الاحياء يردوا البال كل ما شخص او امراه مشتبه فيه كيدور في المدينه او في الحي ديالك وما معروفش، ردوا البال. وانتم الشباب خصكم تكونوا جنود مجندين لحمايه الاطفال. وهذه رساله كذلك للاباء والامهات، ما بقاش الوقت اللي غتخلي بنتك صغيره او ولدك صغير يخرج بوحده على الدار. هاد الايامات كاينه عمليه اختطاف اطفال بشكل كبير جدا. والغريب في الامر هضرات على هذا الشيء العرافه ليلى، كتعرفوها مزيان، هضرات على ظاهره اختطاف الاطفال. هذا ردوا البال لولادكم بشكل كبير. مشات الناهبه من ازيله السندس دابا الله يردها لوالديها، كيقلبوا عليها، واحد الولد في زاكوره، واحد الولد في مده قصيره. هادشي ماشي طبيعي، هادشي غريب. كيفاش نتوما كتحللوا هادشي؟ كيفاش نتوما كتشوفوا هاد الظاهره؟ وكيفاش هضرات عليها العرافه ليلى عبد اللطيف وهي في الواقع تطبقات والتفاعلات عندنا في المغرب بشكل رهيب جدا؟ كيفاش كتشوفوا هاد الامور هادي؟ وكنطلب من الوالدين يردوا البال لوليداتهم بزاف، والله يحفظ وليداتنا ووليدات جميع المسلمين، والله يبعد علينا الاشرار يا ارحم الراحمين. لا راه هادشي ولا تيخلع، قسما بالله ولا كيخلع. كل نهار كنسمعوا بان طفل او طفله تختطفوا او اختفوا. هكا خويا، وقلوب المغاربه كاملين معاك اليوم. شكون فينا ما شافش اللحظه اللي نهار فيها الاب ديال سندس فاش وراوه الصباط ديالها؟ اكيد حتى واحد ما غادي يبغي يكون في ديك البلاصه ديالو. الله يكون في العوان، الله يصبرك اخويا، الله يسمعك شي خبر ديال الخير. اليوم كنشوفوا كيفاش الناس ديال الشاون وناس من برا والناس ديال السلطات كل شيء اليوم كيقلب بالجهد، لانه بصح طولات المده، ولكن وما تشاءون الا ان يشاء الله. كنتمنوا من الله يسمعنا على اخبار ديال الخير، لانه بصح اللهم تشوفها ميته وتدفنها وتبرد الكبده ديالك، ولا ما تشوفهاش وما تعرفش واش حيه واش ميته واشنو واقع بها. حتى واحد ما يبغي يكون في بلاصتهم. الله يصبرك اخويا، والله يجعل ربي يفرحك، وديك الام ديالها حتى هي كذلك، والمثال والاهل الاقارب ديالها كاملين. الله يصبركم. خصكم تعرفوا بان المغاربه كاملين قلبا وقالبا معكم، كلنا متبعين الاخبار دقيقه بدقيقه. وهنا كنبغي نوجه كلامي للمؤثرين وبعض الصفحات الاعلاميه. تنبغي نقول لكم بركه ما تخلعوا في عباد الله. اشنو هاد الشيء اللي كتقولوا؟ عباد الله وليتوا معيشينهم الرعب، الاختطاف، اشنو واقع اشنو ما واقعش، اش هاد الحمله الوقت ما كتعجبش. هادشي راه من دائما كان يا اخي، هادشي من دائما كان، غير اليوم كنعيشوا الحاجه نهار بنهار، لاننا ولينا عندنا تليفونات ولاو فيديوهات وليتي كتشوف. اما شحال هذا ما كناش كنسمعوا هادشي، من غير الا ما كنتي كتسكن في ديك المدينه، ولا الا جا عندك شي انسان مشي مدينه اخرى كيعاود لك اشنو وقع في مدينته. وهادشي اللي كيعاودوا لينا اليوم كيفاش حصل، تحيه ليه، كيعاودوا لينا الخراز تبارك الله عليه ورضا وبزاف ديال الاصدقاء اللي كيديروا محتوى ديال قصص بوليسيه اللي كيعاودوا لينا فيه هاد الحوايج اللي كنشوفوا اليوم وكنعيشوهم. الله يجازيكم بخير. ما تخلعوش عباد الله، ما تروعوش من الحال ديالهم. حنا كاع اباء. واش بغيتونا نبداو غاديين بحال البوليس؟ الانسان يرد البال لوليداتو، لانه بصح الوقت خايبه، ولكن ماشي لدرجه ديال الرعب. الله يصايب الوقت. هاد الناس الله يفرحهم، هاد الناس الله يجعل ربي يحن عليهم يا ربي. هاد الناس توريهم هذيك البنت فين كاينه، ولا يلقاوها فين كاينه، لانه بصح قطعوا لينا قلبنا معاهم. تحياتي لكم.
اول حاجه خصهم يحقوا مع الجيران اللي تما ويفتشوا لهم الديور ديالهم متجره بالكلاب. هذه اول حاجه. الجيران المقربين ومن الوالو ويسقسيو الام ديالها فين من شكه وما عندها مشكل داكشي يقدروا ينتقموا من الام ديالها يديو لها ديك العائله. ولا ديك سواسه اللي جاو يعالجوا الام ديال هاد سندس اللي مريضه نفسيا قال لك يجيو يعالجوها شي تسواسه، هما اللي دارسين هاد الخطه حيت التسواسه هما اللي كيجبدوا كاز العائله شافوها زهريه قال لك هذه درسوله ويا خا يديوها مخططات جابوا معاهم نهار اللي جاو واقيلا يعالجوا هاد المرة يكونوا جابوا الطونوبير باركاو جابوا معاهم صحابهم مخططين العائله ريطوا على برا هزوها طاروا بيه باش نكونوا واضحين. انا كمواطن كندير الراي ديالي في هاد الشيء حيت العائله كيفاش طارت واش طارت العائله ما يمكنش وما عاد كلشي العائله باقا صغيره وما كاينش اللي يوصلها لذاك الواد يشلوا يدكم بديك الواد. هذاك الصباط ملي ساقوا الخبر بلي الامن كيقلب في الواد بغاو يطيشوا لكم بالهم الصباط هز حتى هادشي كيخربق هادشي كيحربق. انا محلل كنحلل يعني اذا كان داك الصباط ديال العائله اللي جبروه في الواد اذا العائله الجيران تمرينها يكونوا ذبحوها ولا ما الله يسر نتمناو من الله تكون عندهم مخبعه باقا في الحياه فهمتيني. وكيفاش يصبط فرده وحده فين هي الفرده الثانيه والحوايج الله يا اخي ما يمكنش وما عاد كلشي. انا كنقول انا 100% العائله تخطفت علاش العائله زهريه كما كنقولوا ونعاودوها في هذا الفيديو وبارطاجيو هذا الفيديو الله يجازيكم بالخير باش تشوف الام سندس يحقوا معاه. شوف عزيزات سندس يحقوا معاه وديك الجيران اللي تما يحلوا يسقسيوهم اخا يناقشوا لهم في الديور ديالهم من حقهم يدخلوا لهم الديور ديالهم بالجرا. الدقه كتجي غير من قريب فهمتيني ما بقات ثقه اي حاجه ممكن في هذا الوقت فهمنا. سندس زهريه واختطفوها باش يجبدوا بها الكاس. اما داك الصباط اللي جبروه في الواد يبغاو يتلفوا لكم الرشا باش نكونوا واضحين. هادو اللي خطفوا سندوس هما غير تما داير غير ديك الجيران المقربين فهمتيني. وزائد واحد الحاجه اللي خصكم تركزوا معايا فيها الاخوان ديك سواسه اللي جاو عند يما هاد المراه يعالجوها حيت هي مريضه نفسيا بغاو يعالجوها. ركزوا معايا اذا يكونوا هما اللي اختطفوها قال لك يما هاد السندوس ما قدراش تقول للامن باللي كاين شي ناس مسوس يعالجوا الام قال لك كتجبد مشكل راسها. لا دي بنتك ما فيهاش مشكل ما تخافش على راسك ما كاينش اللي يعاقبك فهمتيني. قرا الشريفه قر اذا شك في شي واحد قول للامن شك في شي واحد من ديك المقربين ديك الديور اللي الجيران كاملين خصهم يتبقشوا بالجرب كلشي بحث. هي العائله شوف 100% تستطفوها باش يجبدوا بها الكاس وماشي غير سندس راه ما لاحظتوش معايا في وسط هذا رمضان راه تختطفوا شي 3 د العائلات. واحده في الداخل جبروها في الواد مسيبه وفي رمضان يعني نفس العصابه هذيك كليكه عصابه. ومن ناحيه سندوس انا كنقول ديك مقارين عليها تما شي ناس مقارين في ديك الشهر مقارين على سندوس هما اللي اختطفوا يكونوا عاملينها في شي قادو السما في الدار ديالهم طابرينها اولا يكونوا المهم 100% انا كنقول شوف عائله طاروا بها صافي مشاو جبدوا بها الكاس من الاخر باش نكونوا واضحين. العائله زهريه صافي اختطفوها باش يجبدوا بها الكاس. اما كنقول حتى عزيزه الجده ديالها مشاركه في هذا الشيء هذا حتى هادشي دخل الوسواس وان بعض الظن اثما. نقول لكم حيت الكلمه اللي كيقول الراجل الاب سندوس كيقول لك اتصل بمراتو قالت له قال لها فين يا سندوس قالت له هي مشات مع عزيزاها شويه عيطات قالت له راه جات عزيزاها ما كاينش معاها. اذا عزيزاها عطاتها الجده تكون مسلماتها هي اللي كانت كتعالج واقيلا مريضه نفسيا ولا ما نعرف يا تكون هي فاهمه مع السواسه ما نعرف تكون فاهمه هادشي هذا راه مخططه راه مقريين هادشي هذا ما يمكنش 100% ديك السواسه داوها خصهم يحقوا مع ديك السواسه اللي كيجيو يعالجوا هاد الام هاد خصهم يحقوا معاها ضروري ومؤكد وفي اقرب وقت ممكن قبل ما يفوت الفوت. سواسه معروفين كيجبدوا الكاس اذا السواسه جاو كيخطوا شافوا العائله الزهريه كما كنقولوا ونعاودها صافي خططوا لها درسوا لها خويا غيجيو يديوها باش نكونوا واضحين وداوها فهمتيني. داوها وشي واحد من داوها ساقوا الخبر كيبقشوا في الواد وكذا شنو يعملوا مشى شي واحد جاب الصباط مخبع وجاو لديك البلاصه فين الواد وسيبوا تما باش تقولوا بلي راهي غرقات في الواد داها الواد باغي يطيشوكم بالون. هيا سواسه انا شك في سواسه وفي جده ديالها هي مشاركه في هذا الشيء هذا على ما اظن يحقوا معاها اخاي هادشي اي حاجه ممكن
المهم ديك المره اللي جاو اللي تعالج تما وشكون كيفاش اختطفت العائله، انا محلل من حقي نحلل ومن حقي ندير الراي ديالي كمواطن مغربي ونعبر باش نكونوا واضحين. العائله شوف هي الطريقه تاع شي كيقول لك جده ديالها، الناس شاكين في الجده ديالها. اي حاجه ممكن في هذا الوقت، اي حاجه اللي ما تحلكش على بالك في هذا الوقت تقدر تكون. عزيزه هاد سندس اللي هي الجده سندس، الصحافه كيسقسيوها كتقول لهم الاراضي خصهم يعملوا لنا الضوء خصهم يعملوا لنا يعني كطيش بالون. اذا هذه في قلبها شي حاجه، كأنا كمحلل وكندير الراي ديالي كمواطن مغربي ومن حقي نعبر، يعني هاد المره هادي كتبان لي انا في قلبها شي حاجه، في كرشها شي حاجه، ما كتبكي ما والو. الناس كيسقسيوها كنتينا كتقول لهم خصنا الطريق خصنا يعملوا لنا يعني الموضوع على العائله اختطفات شكون خطفها، كتينا عطيتيها ديك سواسه يديوها يهربوها دبروا عليك ولا كتهضري على فلوس على وسخ الدنيا خصنا بومبيه خصهم يعملوا لنا الطريق خصهم يعملوا لنا العائله اللي تخطفتهاش ما كتهضرش عليها اللي سينا عزيزها ولا الجده ديالها. ما بقات ثقه في هذا الوقت، خاصهم يحقوا مع الجده ديالها وديك السوسواسه يجيبوهم، يجيو ديك العائله وديك الجيران نحقوا معاهم ندخلوا لهم للديور ديالهم بقشوا ديك الجرا بالجرا دخلوا للديور بقشوا شي طبع علوها قلبوا. هادشي هذا كيخربق، هادشي هذا بزاف، هادشي صح الله يصبر الام ديالها ديال بارطاجيو هاد الفيديو فهمتيني. انا كمحلل نقدروا نوصلوا شي حاجه. الصراحه الله فضل كيرجع للامن الوطني الدرك الملكي يا السلطه المحليه الفرقه الوطنيه راه قايمين بالواجب، عملوا كثار من الجهد ديالهم ما شاء الله. الله يزين السيرفيس والله يوفقكم المسيره ديالكم، وكنتمناو يجبروها في اقرب وقت ممكن. كلنا سندس. انا شوف باش نسكت 6 شهور سندس الا ما تجبرتش باقي نزيد نهضر وباقي نزيد نعمل الفيديو، راه ما نسكتش على هادشي هذا. عنده شي بنت يرد بن ولاد وصاحبي اللي عنده شي بنت ولا بن يرد لبن، ما تغفلوش على ولادكم. راه كاين بعض الامهات والاباء هما السبب باش كتغفلوا على ولادكم، تبقى ملهيه مع الجاره ولا ملهيه مع الجيران ولا مع العائله، من بعد كتبني ردوا بن ولادكم ما تغفلوش. اللي عنده شي بنو يديروا مدرسه ويجيبوا دخلوا للدار ربطوا بالسبنيه ولا بشي خايب شي قنبه مع الكاتري ولا فهمتيني بحال اللي كانوا كيربطونا الوالدين ديالنا. ما تغفلوش على ولادكم. وتحيه للحكومه وتحيه الناس اللي كيبارطاجيو. السؤال المطروح هي العائله سندس اللي خرجت الجده ديالها ورجعت بلا بيها، هذا هو السؤال المطروح اللي كنسقسي. لمن عطاتها لمن مكلاتها لمن مع من بقى رياض عزيزاها. ملي جاو الصحابه كيبنوا مع الاستجواب كتهضر لهم على التشار الديوان كذا، والناس كيبنوا مع الاستجواب على العائله بنتك، كنتينا كتقول لهم التشار ولا العائله بنتك ولا بنتك، كنتينا كتقول لهم الضوالو والاسماء وحنا كذا تاقيم ولا شريفه وكلشي شاك في هذا المره. كلشي كيقول انا عملت الفيديو التعاليق كامل كيكتبوا لي كلشي شاد في هذا جدها. الجده ديالها خرجت بالعائله وجات بالعائله لمن مكلات ديك العائله ولمن عطاتها. كي مشات هاد العائله شكون دا هاد العائله شكون خطفها شكون دا لمن مكلاتها شكون اللي داوها هاد عزيزها مخططه واش دخلت الوسواسيه. ملي جاو الصحافه كيسقسيوها كتقول لهم تشا خصنا الديوان خصنا والعائله بنتك ولات بنتك ترقات اللي كتقول لهم داو واش اصحاب قوناو. وكلشي كيقول الناس كامله اللي كتفرج فيا كلشي كيكتب في التعاليق بالنساء بالرجال كلشي كيقول انا شاك في جده جده خصهم يحقوا معاها ضروري خصهم يحقوا معاها في اقرب وقت ممكن. خوتي المغاربه بقات فينا هذيك البنت سندس الشاون مدينه بشاوان وفي حاله رمضان في الحاله الصعيبه وفي العائله ديالها، وكان العائله ديالها كنأيدوها مساكين صبروا بالصبر، يعني ان الله مع الصابرين. لا صبر الانسان غيكون واحد الفرج. ونطلبوا لخوتنا المغاربه داخل الوطن خارج الوطن يدعيو بالدعاء. بنت السندس مدينه بشاوان في واحد الحاله صعيبه والله العظيم كنجيو نفطروا كيبقى البال ديالنا معها اقسم بالله العظيم. كندعوا الله سبحانه وتعالى في هذه العواشر يا ربي يا سميع الدعاء يا رب السماوات والارض يا حنان يا منان يا عزيز يا رحمن. اللهم فرج علينا في النهار هذا يا ربي، فرج علينا يبان البين يا ربي داخل الوطن خارج الوطن. وعايش الملك وديما الشعب. ما جيتش باش نخلعكم، ولكن جيت باش نقول لكم هاد السا ديال الاطفال اللي كتشوفوا اختفوا في هاد الايام، اختفوا في واحد الظروف غامضه. واش هادي صدفه ولا بصح تختطفوا؟ ما بغيتش نزيد نخلعكم ونقول لك هاد النهار باللي انني سمعت كاين واحد الطفل اخر اختفى في مدينه فاس بالضبط في بن دباب. واش هادي شي عصابه كتستهدف الوليدات الصغار؟
واش القضيه فيها بيع ديال الاعضاء ولا هاد الاطفال غير تختفوا وجات صدفه كاملين في ضربه واحده؟ وكاين اللي مشى ابعد من ذلك وكيقول لك بان يمكن هادو مافيا الكنوز كيخطفوا الوليدات اللي زهريين باش يجبدوا بهم الكنز. وعلاش انت خصك تبارطاجي هاد الفيديو؟ اي واحد كتعرفوا عنده الوليدات الصغار قولوا في هاد الوقيته حظيهم مزيان، سير معاهم للمدرسه، ما تخليهمش يخرجوا يلعبوا بوحديتهم ولا يبعدوا على الدار. نتمنى اي واحد عارف شي معلومه على هاد الوليدات يخليها لنا في كومونتير، لان كلشي دابا ملهي مع المشاكل اللي كاينه في الايران وديك الروينه اللي كاينه في الشرق الاوسط ونسينا وليداتنا. بارطاج ضروري الاخوان. الأطفال بدأوا يختفوا في المغرب بطريقة غريبة، ما حد شافهم في الطريق، ما حد شافهم في أي مكان، وآخر طفلها سندس عمرها 2 شيء جدا غريب. تخيلوا قاعدين يدورون على سندس في كل مكان في الحي اللي ساكنين فيه وما شافوه حتى في مكان واحد. موضوع يخوف يا ناس، طفلة عمرها 2 بس تختفي زي كذا، في شيء في الموضوع. حنا الاخوان ما كنامنوا لا بلا عبد اللطيف ولا بتا شي واحد، كنامنوا بالله سبحانه عز وجل. ولكن الاخوان هاد ليلى عبد اللطيف اي هضره كتقولها الا وكتكون صحيحه الاخوان وكيوقع داكشي. ودابا قالت لك يعني الاختطاف ديال الاطفال وكذا وكذا وكذا، وانتم كتشوفوا الاخوان شنو واقع حاليا، وهذا الشيء هذا في العالم كامل، يعني هذا الشيء هذا وقع في العالم كامل الاخوان. واش هاد ليلى عبد اللطيف الاخوان كيقولوا لا داكشي عاد كتجي تقولوا واش هذا الشيء هذا مخطين له؟ واش ما فهمناش الاخوان، ما فهمناش الصراحه. كما كنشفتوا الاخوان، ها سندوس مسكينه، ها هبه، هذيك يونس من زقوره، بزاف الاخوان، بزاف تقريبا 3 ايام 4 ايام يعني كتسمع اختطاف ديال طفله الاخوان. وهاد ليلى عبد اللطيف يعني دائما ملي كتخرج وكتقول شي هضره الا وكتكون الاخوان صحيحه وكيوقع داكشي. يعني كيفاش الاخوان، كيفاش هاد ليلى عبد اللطيف ما فهمناش الاخوان، وانا ما بغاش يتفهم لي هادشي هذا. والله الاخوان ما فهمنا، والله يجازيكم الاخوان بالخير، الله يجازيكم بالخير الاخوان. ردوا البال للوليدات ديالكم الاخوان، خصوصا وليدات صغار، ردوا لهم البال ورردوا لهم البال بزاف، ردوا لهم البال بزاف. لان الدري في عام ولا عامين ولا 3 سنين ما تطلقش منه كاع. فين غادي تخلي العيل يخرج برا يلعب ولا عام ولا عامين ما عندك فين تطلقوه، خلاه معك في الدار، خرجتي خرجوا معك. الله يجازيكم بالخير، ردوا البال لوليداتكم. هادو وليدات اخواتي هادو اللي تشوفوا فيهم كاملين اختفوا في هذا الاسبوع هذا، يعني في اسبوع واحد. وعلى حسب اخوتي ما سمعت يعني ما بين 1 في شهر 3 و20 في شهر 3 كيمارسوا يعني شي طقوس ديال الشياطين، والله اعلم. النصيحه ديالي اخوتي ديال اللي عنده شي ولاد ما يبقاش يصورهم ويلوحهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا عنده شي ولاد اخوتي يحطيهم في هاد العواشر. وتحياتي ليهم، والله يدير الخير اخوتي، والله يجعل ربي يردهم بخير وعلى خير لوالديهم، والله يصبر والديهم. تحياتي لكم الاخوان والاخوات. اش هادشي اللي كيوقع في المغرب الاخوان؟ اش هادشي ديال الدري الصغار اللي كيوقع؟ اش هادشي ديال الاختفاء ديال الدري الصغار اللي كيوقع الاخوان؟ شنا سندوس، شنا المهم هذوك السميات ديال هذوك الدراري ما عرفتهمش انا، شنا وحده اليوم ثاني قال لك تختفات في زاكوره. كيفاش هاد القضيه هادي؟ واش زعما هذاك الشيء اللي قالت هذيك خيتنا لا يعلم الغيب الا الله، ولكن واش هادشي اللي قالت هذيك خيتنا ديال ان الدراري غيبداو يتختفاو في هذا الوقت هذا، راه هادشي ولا كيخلع صراحه. راه وليداتنا ولينا خايفين عليهم. الانسان اللي عنده شي وليدات يرد لهم البال، الله يسهل عليكم. ما تبقاش تخليو وليدات يمشيو بوحدهم ولا يجيو بوحدهم، راه صراحه هادشي ولا كيخلع بزاف هادشي هذا. حيت ملي وليتي كتشوف كل نهار كتختفى بنت، كل نهار كتختفى بنت، وداكشي اللي شفنا في هذيك الجزيره ايبستاين وداك التخربيق. المهم الاخوان بغيتو تشوفوا شنو كيوقع في هذيك الجزيره ديال ايبستاين، غتدخلوا لاي باج ديالي، لا تيك توك لا الفيسبوك لا الانستغرام، غتلقاو واحد الرابط غتكليكي عليه غيديك غتشوف العجائب والغرائب اللي كيوقعوا في هذيك الجزيره، اللي كيديروا في الدري الصغار. حسبي الله ونعم فيهم ونعم الوكيل فيهم، الله ياخذ فيهم الحق. كاينين شي كلمات ما خصنيش نقولهم حيت ممنوع في هادشي ديال مواقع التواصل الاجتماعي. المهم الا بغيتو تشوفوا داكشي اللي كيوقع تما في جزيره ايبستاين على هادشي ديال الدراري الصغار وهادشي ديال عباد الشياطين وهاد التخربيق هذا، دخلوا الرابط راه غتلقاوه في البايو في الباج ديالي، غتلقاوه تحت التصويره ديالي، غتلقاوه بالزرق، كليكيو عليه غيديكم، غتقلبوا على جزيره ايبستاين في الفيديوهات حيت كاينين فيديوهات بزاف غتلقاوه تما. تفرجوا وردوا عليا، هادشي راه ولا كيخلع. والسلام عليكم. ردوا البال لوليداتكم، ردوا البال لوليداتكم اللي عندهم وليدات صغار 2 3 حتى 5 6 سنين، ردوا البال لوليداتكم. هادشي اللي كيوقع مؤخرا راه لا يبشر بالخير. البنيته سندس اللي اختفات دابا في مدينه شفشاون، نتمنى ان الله سبحانه وتعالى يطمن قلب الوالدين على بنتهم وانهم يلقاوها ان شاء الله صحه وسلام. وقبل منها غبر وليد في ازيلال. وغادي نعاود نبارطاجي معكم واحد الفيديو ديال واحد السيده في مراكش انهم حاولوا يختطفوا ولدها صغير، سخراتو هي في الطوموبيل
وشي وحده دايره نقاب حاولت انها تخطف ولدها. المهم كاينه شي حاجه داخل البلاد، شي حاجه والله اعلم. المهم عندكم وليدات صغار ردوا لهم البال. شوفوا الوليدات راه اكبر نعمه عطاها لنا الله سبحانه وتعالى، هذيك هبه خاصنا نحافظوا عليها. راه كاين اللي باغيهم لدو ما لاقيهمش. شوفوا انا وليداتي ملي كانوا صغار والله العظيم تخيلوا معايا، انا ولدي الكبير ما سخرته اول مره الحانوت تطلع الخامس او السادس ابتدائي، ما كاش كيخرج زنقه نهائيا. الا بغى يخرج كنجلس كندير كرسي عند الباب وكنجلس كنقابلو. في البحر الا كيعوم ولا في البيسين واقفه دايره كرسي واقفه حاضياهم. ما كاينش ثقه. وليداتكم ردوا ليهم البال، واخا راه هو الحافظ الله، ولكن على الاقل نديروا اللي علينا باش ما يجيش لواحد الوقت توقع شي حاجه لا قدر الله وتبقى تلوم راسك. غادي تبقى تطلع وتهبط فيك. فين كنت انا ملي بنتي وقع ليها ولا ملي بنتي مشات؟ ولا ردوا البال لوليداتكم. رسالة لكل أب وأم: وليداتكم أمانة عندكم، والله سبحانه وتعالى يوم القيامة سائلكم عنهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فحاول ما أمكن ما تفرطوش، وحاول ما أمكن ما تخليهمش يتيقوا في البراني. راه الزنقة ما بقى فيها أمان. ردوا لهم البال. واحد الحاجة مفرطين فيها بزاف ديال الناس هو الدعاء والتحسين، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الحسن والحسين. فراه غادي نخلي لكم بعض الأدعية في الوصف والطريقة كيفاش تحسنوا ولادكم، أذكار الصباح والمساء. راه حفظ الأنفس من مقاصد الدين، وخاص السلطة تضرب بيد من حديد. حنا نكونوا عين وحدة. انتم في نظركم شنو خاص يدار باش نحموا وليداتنا من هذه الظاهرة الخطيرة؟ فاللهم احفظ اطفالنا بحفظك، ورد كل غائب الحضن مهمته ان شاء الله. حاول ما امكن تبارطاج هذا الفيديو باش كل شيء يفيق ويرد البال. والسلام عليكم. بزاف فيديوهات هاد الايام كيهضروا على اختفاء الاطفال بالمغرب. صراحه ما عرفناش البلان شنو هو ولا كيفاش ولا شنو طاري، ولكن بغيتكم تصنتوا لهذا الفيديو هذا وتقولوا لي الراي ديالكم. أتوجه في هذا التوقع إلى اللبنانيين خاصة وإلى شعوب الدول العربية عامة، وأقول لهم انتبهوا جيدا من ظاهرة خطف الأطفال وظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية والبشر. سندس يا سندس، أين أنت يا سندس؟ سندس اللي خلات المغاربة كاملين كيتراقبوا أخبار جديدة وكيمنيو الناس أنهم يلقاو شي خبر اللي كيقولوا بلي سندس لقاوها ودابا هي في الأحضان ديال الأم ديالها معافى ما فيها حتى شي حاجة. يا دابا تخيلوا معايا سندس واحد بنيته اللي عندها عامين اللي كتعرف فيها غير الام والاب ديالها، غيكون ماشي بها شي واحد كيختطفها ولا ماشي، راه مسكينه تكون كتبكي ما كتبقى تفكر في هادشي هذا. والله العظيم الا القلب ديالها كيبقى يحرقك. انا بنيته باقا صغيره، ما عارفه تهضر، ما عارفه تقول شكون انا وفين انا، ما عارفه تغوت، ما عارفه تطلب الصيغه، ما عارفه تعمل والو. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله ياخذ الحق في اللي كان السبب في أن هاد البنيته هادي تبعد على الأحضان ديال الأم ديالها. ولكن اللي بغيت نهضر عليه هو رغم أنهم لقاو القبض على واحد السيد غير هدر وبغى يكذب على الأب ديالها ولا، باقي ناس كيعملوا لي كومونتير وكيقولوا باللي لقاوها في بزاف ديال البلايص وباللي ما كيكذبوش وباللي واش عباد الله ما بغيتوش تعلموا باللي راه هادشي فيه مساءلة قانونية وفيه الحبس وفيه بزاف ديال المتابعه قانونيه. ما يمكنش انك تنوض بكامل قواك العقليه وتبوستي واحد الخبر على واحد بنيته اللي مختطفه واللي واحد الموضوع اللي حساس وانتينا اصلا عارف بلي الخبر ما منو والو. راه هادشي هذا راه فيه الحبس، ما عارف والو، سكوت. باغي تبارطاجي التصويره ديالها، باغي تضامن مع الاب ديالها ولا مع الام ديالها، اوكي خذ راحتك مرحبا. اما باش تنوض فقط باغي تعمل تصويره ولا باغي تعمل كومونتير ولا باغي تعمل فيديو بانهم فيديو ما كيعملوهاش، كيعمل لي كومونتير وكيعملوا تصاور باللي راه لقاوها واقسم بالله ما كنكذب عليكم وراه كذا وكذا، ما كاين والو. ما تضيعوش الحياه ديالكم على شي حاجات اللي على شي حاجه الساعه اللي كتكون خصك تضحك تنوض تعمل هادشي فيه الحبس. احنا دابا عايشين في واحد الوقت اللي اي حاجه تشهير ولا شي حاجه راه غيديروا لها الحبس، ساهله تدخل للحبس. والله يجازيكم بالخير. ما عندكش شي خبر ما متيقنش من المصدر ديال الخبر فتفادى هادشي كامل ودعي مع هاد البنيته ترجع لاحضان الام ديالها، وهادشي اللي كاين. باش تنوضوا تعمل تسبب راسك تهلكه فما كاينلاش. نطلب الله يا ربي خير ان شاء الله خير، الله يدير اللي فيها الخير. ودعيو مع البنيته ودعيو مع الام ديالها ودعيو مع الاب ديالها. هما في حاله كارثيه راه لا يعلم بها غير الا الله، والوالدين غادي يحسوا بهم ونتمناو خير. الله يرجع الاهل ديالها يا ربي. هذه الطفله سندس اللي الان كل المغرب العربي قاعد بدور عليها.
اسمع قصتها باختصار، وبعدها عندي رسالتين ضروري يا أيها المربي تحطهم حلقة بذانك. هذه الطفلة سندس عمرها 2 سنين، ساكنة بمدينة اسمها شفشاون أو كما يسمى بشمال المغرب. كانت عم تلعب بمحيط المنزل، وبلحظة انشغال أهلها اختفت. حركت كل الأجهزة الأمنية لمحاولة إيجاد هذه الطفلة، ومئات من المتطوعين والطائرات وما شابه ذلك، لكن مع الأسف لم يجدوا حتى الآن سوى حذائها. شوف معي حسرة الأب لما وجد الحذاء، الله المستعان، نعوذ بالله من قهر الرجال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردها لأهلها سالمة غانمة. لكن عندي رسالتين يا أيها المربي ضروري تسمعهم وتحطهم حلقة بذانك وتنشرهم حتى إن شاء الله تعم الفائدة. النصيحة الأولى، تذكر يا أيها المربي إنه أبنائك مو أمر معتاد في حياتك، بل هم نعمة عظيمة استودعك الله عز وجل إياها. لا تتعامل مع أبنائك ووجود أبنائك إنه شيء مضمون، وتؤجل حبك واهتمامك وحرصك واجتهادك ووقتك وتربيتك وأمانتك. بالعكس، فرغ نفسك، فرغ جهدك، عقلك، ذهنك، حاول أن تتعلم وأن تجتهد وأن تصبر على أولادك، لأنه والله إذا فقدتهم ستندم ندم شديد وتعض أناملك ندم وتبكي الدم بدل الدمع. والنصيحة الثانية، الطفل بهذا العمر 2 3 4 5 لا يترك لوحده أبدا. لحظة غفلة منك تساوي لحظة ندم طويلة. نسأل الله السلامة والعافية. حضروا ولادكم واخوتكم الصغار وردوا لهم البال. بزاف الدراري الصغار ولاو حاليا كيتختفاو بلا حتى شي سبب، وهذا الشيء ماشي غير في المغرب وانما في العالم كامل. حنا كاملين كنعرفوا القصه ديال البنت سندس مسكينه اللي 7 ايام والديها كيقلبوا عليها، وهذا الشيء اللي غادي يوقع حتى في المانيا البارح. غادي يغبروا 2 دراري صغار، واحد في عمره 10 سنين وواحد في عمره 9 سنين، بعد ما كانوا مشاو باش يلعبوا الكره. وهذا الشيء اللي وقع حتى في مصر وفي فرنسا. واحد الكاميرا المراقبه غادي تشد واحد الطوموبيل كانت كتحاول انها تسرق واحد الدري صغير، ولكن الحمد لله كان معاه خوه وما خلاوهش يديوه. وهذا الشيء اللي غادي يوقع ايضا في فرنسا، غادي يلقاو واحد الكاميو كبير كان في الحدود ما بين فرنسا وما بين الانجليز عامر بالدراري الصغار. ما عرفتش انا داك الدراري الصغار شنو كانوا ناويين يديروا بهم. انا غنخلي لكم الفيديو كامل فين تقدروا تتفرجوا فيه. دخلوا غير البيورو غتلقاو واحد اللين بركوا عليه، بركوا على العنوان الاول اللي غيطلع لكم، وتما غتلقاو الفيديو كامل. عافاكم، ردوا البال ولادكم واخوتكم الصغار، وما تبقاوش تخليهم يخرجوا للزنقه بوحدهم.